السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. هنتكلم النهارده في موضوع محترم شويه او شبه محترم شويه او زي ما يتفسر يتفسر. هو يعني ايه ما تهتمش بحد مش بيحترمك حتى لو كان بتقعد تعمل حاجات كتير قوي وفي الاخر بيقولوا لك محصلتك ولا كان اي حاجه. بتجد نفسك على الفاضي، بتوجع دماغك مع ناس ما تستاهلش. انت شاغل دماغك بيهم ليه اذا كانوا هم مش شاغلين دماغهم بيك؟ انت ما حدش طلب منك تعمل لانه فرض عليك. بينقال الكلام ده كله. ايه الفكره في اللي احنا بنحكيه ده؟ انا اقول لكم الفكره في اللي بنحكيه. ساعات بتقول الشكليات وما ينفعش والاصول فلازم نتابع. ايه الفكره في اللي احنا بنحكيه ده؟ هنتعرف مع بعض واحنا بنتكلم كده. بتكلم مع نفسي زي ما بيقولوا وهنفهم مع بعض. انت ايه رايك الاول في الناس اللي بتقول انت تتكلم مع نفسك دي؟ بص يا سيدي، الاول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يقول الناس تقول لك انت انهبلت انت عملت، ما يعرفوش الفكره في الموضوع ان انت عايز توصل معلومه معينه، فالمعلومه المعينه ديت لازم يبقى فيها جواها حدث معين. وعن تجربتي انا الشخصيه، لما تقعد تتكلم عن نفسك او مع نفسك احسن ما تقعد تتكلم مع حد. ما حدش يستاهل من الاخر انت تقعد تتكلم معاه. هيشيلك كلام، هيقول لك على فلان كلام، هيقول لك مش عارف مين، هتلاقي الدنيا كلها باظت معاك. هتبداوا تجيبوا في سيره فلان، هتعمل اللي ما ينعملش معاه اي حد، وفي الاخر هتبقى محصلتك صفر في الاخر. بمعنى عن تجارب بقى شخصيه داخليه خارجيه في اي حته، بتحس ان اصحابك حتى اللي انت كنت بتقول عليهم اصحابك بيصفصفوا على واحد ولا اتنين ولا تلاته. بتيجي تتعامل بلغه حوار مع اي حد تحس ان هو عايز يبقى على طول بيكلمك بلغه ان هو انت ايوه غلط هو صح على طول. فاتضح ان البعد عن الناس احسن. بتقعد تتكلم مع نفسنا زي ما احنا بنقعد كده، او بقعد اتكلم مع نفسي احسن ما اقعد اتكلم على فلان واقعد اتكلم على فلان واقعد نجيب سيره فلان وسيره علان وسيره بتاع. احتكاكك مع الناس هيغلطك. احتكاكك مع الناس هيغلطك ومش هتعجب حد. يعني يا ريتك بتعجب في الاخر. اقرب حد لك اصلا بيقول لك ما بتعملش اي حاجه. ايه المحصله اللي انت عملتها في الاخر؟ ان انت طلعت غلط في الاخر، وان انت طلعت مالكش لازمه، وان انت طلعت مع الناس كلها اسبق كده. هتقول في ناس ما بتعملش كده، هقول لك في ناس ما بتعملش كده، وفي ناس بتقدر المجهود اللي بيحصل وفي حاجات كده. بس انت وقتها ماشي. في حاجه اسمها الاصول والتربيه. وكان زمان بقى، بس ابنك ده هياخد الاصول والتربيه دي منين؟ وانت ما بتعملهاش. جميل. ما هو ابنك ده بينقل كل اللي بيشوفه بشكل لا ارادي. ايوه انت مش واخد بالك. فلما تيجي تعلمه اعمل قدامه الاول. جميل، صح كده. اتعلمنا زمان ان مفيش حاجه اسمها حق العيل عند عمه، العيل عند خاله، البت عند عمتها، البت عند حد قريبه، لا حد عند اي حد. كان زمان القلب لهو. بص يا ريس، انت بتقول كان زمان كان في حاجه اسمها اصول. كان في واحد كنترول في البيت، راجل كبير بيقول يمين يمين شمال شمال، اللي هو الاب او لما ايام دار عيله، فاكر؟ انما حاليا بقى ابني ما تبصلوش، ما تكلموش، انت مالكش دعوه بيه. تيجي تكلم عيله تقول لك نفس القصه، فتحس ان انت في الاول وفي الاخر لازم انت تشغل نفسك بعيالك. طيب احنا نرجع في النقطه اللي انت اتكلمت فيها الاول، وهو الاصول والتربيه. ما هو العيل لو مش شايفك بتعمل ده مش هيعمله. لو مش شايف الاصول على عمه مش هيسال هو على عمه، ما بتسالش على عمته، مش هيسال هو على عمته، ما بتعملش، ما بتقومش تصلي قدامه فهو مش هيصلي. الحاجات دي بتكبر مع العيل وهو طالع من تحت لفوق. هو العيل مرايه للبيت الاسره اللي هو اتربى فيها، وانت مش حاسس. اللي بتعمله قدامه هو بينفذ زيه. انت بخيل هيبقى هو بخيل، انت سخي هيبقى هو سخي. بالاكتساب بقى، بالتكيف، باي حاجه. هي ده كل الموضوع كله. اعمل عشان تلاقي.
الفكره ان انت ما بتسيبلوش فلوس وبعدين يا فرحتي تسيب له فلوس وترجع تقول له مش عارف ايه. سيب له اخلاق، سيب له تربيه كويسه، قول له فلان له حق. كده كده العيل ملوش اي حق عند حد كبير، سيبك بقى من قريب غريب. هي دي كل الفكره. سيدك فلان كان بيقول سيدك فلان عمك فلان، هو مالوش دعوه بقرابه خالص. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده عشان الناس تفهم بس، علشان محدش يزعل من حد، علشان اخوات تتنى نتكلم بعض في كل بيت امثله وبنقول كل واحد عنده مشاكله بطريقته. المشاكل كلها تحس انها قريبه من بعض السيناريو، بس السيناريو بيختلف من بيت لبيت، من مكان لمكان. حقيقي هات لحد خالي من المشاكل. الفكره كلها ان انت تعرف تخرج نفسك من المشاكل دي، ما تنساقش وراه عشان ما تحصلش مشاكل اكبر من اللي هي موجوده. تمام. انت بتعمل ايه ما بتعملش ايه، ده خلاص انت عملت، ما تستناش ثواب الا منين؟ الله من ربنا. صح كده؟ صح كده. ما هو اللي بيعمل ما بيستناش حد يشكره، بس بيبقى يستنى رد فعل كويس، جميل حلو، الكلمتين كويسين، كتر خيرك، الله يكون في عونك. زي احنا قلنا الكلام ده كتير قوي، بنعيده كتير برضه. صح. انما انت بتعمل ومستني حد يقول لك، يبقى ما حدش هيقول لك. انت خدت الثواب من ربنا، مستني الثواب من ربنا ولا مستني من العبد؟ لا، مستني من ربنا. يبقى خلاص ما تشغلش نفسك بالعبد، اعمل اللي عليك واسكت. اعمل اللي عليك وسيب الباقي بتاع ربنا كله. هتلاقي زي ما قلنا قبل كده، هتلاقي الحاجه اللي انت عملتها كويس ربنا موقف لك، والناس ولاد حلال في مواقف معينه تشدك منك. انما ما تعملش مع حاليا الاخ ما عادش بيكلم اخوه، بالذات لو في ورث ولا في اي حاجه، عشان حريم، عشان عيال، عشان اي كلام فارغ. او قلنا قبل كده لما تقعد مع اي حد ويجي يحكي لك ظروف مشكله، تحس ان انت بتنكسف له، ما بالك هو ما بينكسفش لنفسه. بقت حاجات هايفه جدا، شكلات فارغه جدا. كله بقول لنفسي ما هو انا حياتي وحياه ولادي ومش عارف. جميل قوي ان انت تهتم بحياه عيالك، بس علمهم الادب والتربيه، علمهم الاخلاق، علمهم احترام الغير حتى لو مش قريبه. يعني يقول ابنك كويس. ما هو الورث مش فلوس خالص، الورث ادب. اكيد الورث ذكرى كويسه. لا يا عم، ده بقت فلوس. بقى معاك ده اللي ماشي شويه زي ما بيقولوا. ايوه بقى، دي لغه الحياه اليومين دول للاسف. بتهز المعظم التافه اللي بيتكلم بلسان حال الفلوس ده، اللي ملمومين حواليه عشان الفلوس، او شبع بعد الوعظ بالبلدي كده برضه. عشان الاجتماعيات هي اللي تفرق. الموروث الاجتماعي زي ما انا بقول في كل الحلقات. النشأة والتربية. هو ده صح كده؟ صح كده، هو ده اللي بيفضل. انما هتسيب له فلوس ومالوش اصحاب ومالوش اجتماعيات، المعاصره هتلاقيها ماشيه كده معاه على طول فلوس. انما تخيل انت سايب له فلوس برضه عشان الحياه والحاجات، والحياه حاليا خلينا في الدغري كده بقت كلها متطلبات اجتماعيه وشخصيه فلوس. مش هنضحك على بعض يعني. بس سيب له بجانب ده، ربنا مقدرك وسبت له فلوس، سيب له فلوس، بس سيب له بجانب ده ناس تحبه، ناس تخاف عليه، ناس تتناك واقفه في ظهره. انما مش الفكره ان انت تسيب له فلوس وما تسيبش حواليه حاجه، ما تسيبلوش ذكرى كويسه. الفلوس ما بتربيش، الفلوس بتشتري بس ما بتجيبش سعاده. الفلوس بتجيب لك كل اللي نفسك فيه بس ما بتجيبش اصحاب، بتجيب لك اصحاب وهميين. هي دي كل الفكره. طيب احنا الفكره كلها ان احنا بقعد اتكلم كده واعمل الحوار، لان انت بتبقى عايز توصل معلومه، فما يبقاش الموضوع تقليدي زي ما انا بقعد اتكلم كده ورص كلام. فلازم حاجه تشدك انت عشان المعلومه توصل لك. ده كل الفكره في كتر الاشخاص في الحوار. الفكره الثانيه ان عن تجربه الحياه زي ما قال في الاول، بتلاقي نفسك لوحدك برضه. ربنا وانت ونعم بالله. هي دي الفكره برضه. زي كنت تروح عند فلان، طب بكره هتنك تروح عند فلان، بعد وقت تحس ان انت مالكش طعم. صح؟ هينال عليك في الاول وفي الاخر جبله. هو اتعود ان هو كل يوم يجي، لا ما كانش هو هيتكلم حتى، هو لاجئ.
ما كانش هو يتكلم هتلاقي عياله بيتكلموا يقول لك هو فاضي ده ملوش حاجه، ايه يا عم انت كده يعني. انما الفكره كلها ان خلي لك كرامه. انا بقيت بمشيها كده. انا شخصيا تسال عليها هسال عليك، ما حدش احسن مني وانا مش احسن من حد. ف انما كون ان انت كلهم رايح عندي جاي عنده فلان، فالحياه كلها مش لما كده. تقعد تكلم نفسك عشان توصل معلومه، ما احسن من نحسناش. تقعد مع حد وتتكلموا على حد، او احسن من حد يتكلم. دي كل الفكره. محدش ذنب في الاول وفي الاخر محدش بيعجب حد خالص. خليك عاجب نفسك لان هي اللي هتستحمل. بالظبط كده. سلام.